السلام عليكم. فيديو اليوم الحد أو فيديو أول اليوم الحد 24/3/2024. إن شاء الله معنا في الفيديو أسعار اليومية على القناة، أسعار الرز الشعير والرز الأبيض ومخلفات الرز، وأسعار الذرة وأسعار الصويا وأسعار الذرة البلدي وأسعار القمح والفول البلدي والفاصوليا وأسعار القطن وآخر أخبار القطن. هنبدأ إن شاء الله بسوق الرز. لو أنت أول مرة تشوف القناة شرفني باشتراكك في القناة. من تحت الفيديو بتلاقي كلمة اشتراك بالعربي، بتضغط عليها وبتفعل جرس الإشعارات، كده يوصلك إشعار يوميا على الموبايل. بنقدم تقرير يومي عن السوق وأسعار السوق الفعلية الموجودة في السوق. هنبدأ بأسعار الرز الشعير. بالنسبة لسوق الرز النهاردة استمرار الطلب على الرز، سواء الرز الأبيض أو الرز الشعير، وبرضه استمرار عدم وجود عرض قليل جدا في السوق، فده عامل انتعاش في السوق وارتفاع في الأسعار ملحوظ في الأسعار، وطبعا عامل تحسن في حالة البيع والشراء في السوق. هنبدأ إن شاء الله بأسعار الرز الأبيض. أبيض عريض أعلى جودة، زيت وبخار وسوليتكس البضايع العالية. في الأبيض العريض ب27,500 للطن من أرض المضرب، وقد تزيد البضاعة أو تقل على حسب نسبة الكسر وعلى حسب جودة الرز. وبالنسبة للأبيض الرفيع، أبيض رفيع أعلى جودة، زيت وبخار وسوليتكس البضايع العالية. في الرز الأبيض الرفيع ب26,300 للطن من أرض المضرب، وقد تزيد البضاعة وتقل على حسب نسبة الكسر وعلى حسب جودة الرز وعلى حسب مشتريات الشعير وأسعار مخلفات الرز. بالنسبة لأسعار الشعير اليوم، قبل ما نبدأ في أسعار الشعير طبعا بوجه رسالة للناس اللي كانت بتتريق لما كنت بقول في فيديو امبارح تحسن في السوق وارتفاع، وقالوا لي تحسن في 100 جنيه واتريقوا. وطبعا ما ينفعش الطريقة دي أساسا إن أنت تتعامل بيها. أنت من يومين بالظبط لو كان حد قالك الرز الرفيع ب16 كنت هتصدق، وكنت هتقول اي في السوق وحش، والكلام ده كان كله عارفه. لو كان حد قالك ب16 كنت هتصدق وهتبقى مقتنع كمان. من يومين بالظبط الحمد لله قلت لك ان السوق فيه طلب وهيبقى فيه تحسن في السوق، فاصبح السوق دلوقتي عدى ال17. فما تعملش نفسك معلم يعني بكلمتين حافظهم او كلمتين بتقولهم وترجع تقول تحسن ايه 200 جنيه و100 جنيه. طب ما هو كان ممكن يبقى ب16، كان ممكن يبقى ب16 وكنت هتبقى مصدق ومقتنع ان السوق فعلا فيه 16. وتاني حاجة حابب اقولها للناس طبعا اللي بتسألنا بيع ولا استنى، على العموم دي محدش يقدر يفيدك فيها، لا انا ولا غيرك، ان تبيع دلوقتي او بعد كده. بس نصيحتي ليك لو عايز تبيع، بيع في سوق يكون حلو، يكون السوق حلو وفي طلب عشان تعرف تبيع. حتى لو حبيت يعني تزود مع التاجر 100 جنيه أو تفاصل معاه زي ما بنقول في 100 جنيه زيادة في البضاعة، بتعرف تفاصل وتعرف تقبض فلوسك كاش، عكس لما يكون السوق وحش. فده النصيحة اللي بوجهها لحضرتك، إنما تبيع امتى دي الله أعلم. بالنسبة لأسعار الشعير اليوم، الشعير العريض وصل للمضرب ب18,200 للطن، وأسعار التحميل من على أرضه ب17,900 إلى 18,000 للطن في الرز الشعير العريض البضايع العالية في الرز الشعير العريض. أما بالنسبة للشعير الرفيع، الشعير الرفيع وصل للمضرب 17,400، والتحميل من على أرضه تنفيذ من على أرضه ب17,100. ده أسعار أول اليوم. باقي أسعار على مدار اليوم هنشوف العرض والطلب إيه اللي هيحصل فيه، وهيبقى نعرف السوق ماشي إزاي مع فيديو آخر اليوم إن شاء الله. بالنسبة لأسعار المخلفات، سرسة مطحون ب1500 للطن من أرض المضرب، سعر الكسر الناعم 13,600 للطن من أرض المضرب. أما بالنسبة لأسعار الجونة 11,000 للطن من أرض المضرب. وبكده يكون عرضنا مع بعض أسعار الرز الشعير على أول اليوم.
بالنسبة لأسعار الذرة، الذرة المستورد البرازيلي ثبات في أسعار الذرة المستورد. البرازيلي صب بأرض المينا ب12,300 للطن، والأرجنتيني صب بأرض المينا ب12,300 للطن. أما الأوكراني ب10,300 للطن، والبلغاري والصربي والأمريكي ب10,300 للطن صب أرض المينا. بالنسبة لأسعار الصويا، نزول 500 جنيه في أسعار الصويا. صويا 44% ب24,500 للطن صب أرض المينا، وصويا 46% ب25,500 للطن صب أرض المينا. وده آخر تحديث لبورصة الذرة المستورد. بالنسبة للذرة المحلي، تنفيذ التجار اليوم في الذرة المحلي. الذرة المحلي الأصفر يتراوح سعر تنفيذ أو متوسط سعر تنفيذ التجار اليوم من 11,700 ل 12,000 للطن تنفيذ في السوق اليوم. والذرة الأبيض من 11 ل 11,200 الأبيض البلدي تنفيذ التجار اليوم. أما بالنسبة لأسعار الفول البلدي، أسعار الفول البلدي التلاجات، البضايع العالية، وزن الأرداب 155 كيلو خام من التلاجات يتراوح سعره من 5,000 إلى 5,300 للأرداب. ده الأرداب بالبضايع العالية. أما بالنسبة لأسعار الفاصوليا، يتراوح سعر الفاصوليا من 60 إلى 65 على حسب جودة البضاعة وعلى حسب المكان. بالنسبة لأسعار القمح الجديد درجة نظافة 23.5 ب2000 جنيه للأرداب، وزن الأرداب 150 كيلو. والقمح درجة نظافة 23 1950 للأرداب، و22.5 ب1900 للأرداب. أما بالنسبة لأسعار القمح القديم، 13,000 للطن تنفيذ من على الأرض. أما بالنسبة لأسعار القطن وأخبار القطن، لسه مفيش جديد في سوق القطن لحد الآن. كان كل اللي حصل طلب قدمته المنظومة للجنة الوزارية في عمل مزاد استثنائي، بس لسه ما جاش رد على الطلب بالرفض أو بالقبول. إن شاء الله لو حصل جديد في سوق القطن هنعرفه لحضراتكم، عشان في ناس كتير بتسأل، لأن في ناس كتير طبعا كانت سحبت قطنها من المزاد الأخير. ده كان كل حاجة معانا في فيديو اليوم. أتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. وبكده يكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم. إن شاء الله نعمل فيديو آخر اليوم لو حصل تغير في السوق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.